ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل مهلبيه الفراوله بطريقه سهله ولذيذه. نص كيلو فراوله هنغسله ونقطعه مكعبات صغيره، وكام واحده للتزيين. معلقتين قشطه و3 معالق دقيق ومعلقتين نشا وكيلو لبن وكوبايه سكر وكيس جيلي فراوله وفانيليا. هناخد الفراولة وهنحط عليها نص كوباية سكر ونقلبها ونركنها شوية لحد ما تنزل الصوص بتاعها. كوباية ونص مية سخنة هندوب فيها كيس الجيلي ومعلقة سكر واحدة ونركنه يبرد. كيلو لبن هنحط عليه نص كوباية سكر و3 معالق دقيق ومعلقتين نشا، وهنقلب على البارد كده وبعدين نرفعه على النار. وبعد ما ياخد القوام ده هنحط له مكعب زبدة ومعلقتين القشطة والفانيليا، ونقلب بقى كويس لحد كله ما يسيح في بعضه وننزله. احنا مش عايزينه يبقى تخين قوي، القوام ده كويس قوي. بعد كده هناخد الصوص بتاع الفراولة، هنصفيها بالمصفى كده وناخد الصوص اللي هينزل منه هنعايره في كوباية وهنحط قده بالظبط مية. حطيناه كده وحطينا قده مية، وحطيت معلقة ونص نشا ورفعته على النار. قلبت على البارد شوية وبعدين رفعته على النار لحد ما تخنت. هنعرف بقى المهلبية بتاعتنا وهي سخنة كده في الأطباق وفي الكوبايات زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد كده هناخد حبة فراولة نصهم تقريبا من الفراولة الباقية ونحطها على المهلبية اللي عملناها ونحطها على وش الكوبايات بالطريقة دي. احنا هنعمل دلوقتي بطريقتين، هنحط المهلبية اللي عملناها وهنحط الجيلي اللي عملناه. الطريقتين دول أحلى من بعض. هندخلها التلاجة ساعتين كده تجمد وبعدين ناكلها بألف هنا. دي الكوبايات اللي في الأول اللي معمولة بالمهلبية، ودي الكوبايات معمولة بالجيلي. زيناها بالطريقة دي، شكلهم الاتنين أحلى من بعض. وفي الطعم بقى يعني المهلبية بتاعت الفراولة مختلفة شوية، يعني طعمها جديد شوية، يعني الجيلي معتاد. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.